ملخص الحلقة ال21 من مسلسل علي كلاي. بتبدأ الحلقة مع علي لما بيروح مكان الحادثة والضابط بيسأله انت هنا بتعمل ايه، فعلي بيقول له في حد اتصل عليا وقال لي ان المدام موجودة هنا، فبيقول له دي الشنطة بتاع المدام اللي ماتت في الحادثة. علي بيسمع الكلام دوت وبيتصدم جدا، بيبقى حزين، بيفتكر لحظاته الحلوة اللي قضاها مع روح وبيفتكر وعده ليها وبيحزن عليها قوي وبيبقى واقف مش عارف يعمل ايه. هيقول له لازم تتعرف عليها. علي هيروح عشان خاطر يتعرف على روح، بس بيروح وبيتعرف عليها بيبقى حزين جدا، وهيروح علشان خاطر يدفنها. لكن هتيجي الميادة وهتقعد تفرح فيه كالعادة وهتقول له إن النهارده أسعد يوم في حياتها. علي مش هيبقى قادر يرد عليها لأنه لسه مصدوم. ميادة هتبقى فرحانة وهتشمت فيه كالعادة، هتقول له علي على فكرة أنا حامل. علي هيتصدم، هتقول له إن هي عملت عمليات كتيرة جدا وإن هي نجحت وكانت بتتعالج. بعد كده صفوان كان بيعيط على ابنه، عرف إن روح ماتت فبيحزن عليها قوي، فبيروح لعند علي وبيقول له إن إحنا كلنا اتفقنا على روح وكنا كلنا عايزين روح تسقط اللي في بطنها. هيقول له ان ميادة اتفقت مع مختار كلنا كنا ضدك، ويكتشف كل دوت وهيقول له ان هو مش عايز اي حاجه من الدنيا، اللي كان بيعمل حس للدنيا وطعم للدنيا راحت، وهيطلب من علي ان هو يسامحه عشان خاطر فكر ان هو يأذيه ويأذي ابنه، لكن ربنا انتقم منه وخد ابنه قبليه. علي هيقرر ان هو ينتقم من الكل عشان خاطر روح وابنه. بعدها مختار بيقول لميادة اللي هو عمل كل حاجه هي عايزاها، وبيقول لها ان احنا هنتجوز امتى، بتقول له شويه كده بس، وان هي بتعمل حاجه وهتخلصها وهتيجي على طول وهتخلي سيف يطلقها، وإن سيف مستعد يطلقها في أي لحظة. هيقول لها إن هو مستنيها وهيقول لها أنا عملت لك كل حاجة أنت عايزاها. بعد كده جلال بيعرض على البنت إن هو يتجوزها عشان خاطر بدأ يحبها ويخليها تغني في النايت كلاب. وبعد كده ماهر هيروح لمنصور وهيقول له إن روح مرات علي ماتت. بعد كده ميادة هتطلب من سيف إن هو يطلقها لأن هي كانت واخداه بالعند في علي، لكن علي دلوقتي خلاص اتحطم وهي ما بقتش عايزة سيف. سيف هيبقى مستغرب، هتقول له كل اللي كنت عايزاه منك انا عملته، ان هي حامل دلوقتي ومش عايزه اي حاجه تاني. علي هيقرر ان هو ينتقم من الكل وهيلعب المباراه عشان خاطر كان حلم روح الاخير، وهيفوز بالبطولة وهيتحايل على الكابتن عشان خاطر يمرنه وهيخرجه من اللي هو فيه. وعلي هيبقى واحد تاني وهياخد 3 مليون دولار وهيبقى غني جدا وهيشتري سوق التوفيقية كله وهيقف قدام الكل ومحدش ابدا هيقدر يقف قصاده، وهيبقى راس براس قدام مختار وهينتقم من ميادة وهينتقم من كل واحد كان فكر ان هو يأذي روح ويأذي ابنه. ودي بتكون نهاية الحلقة. اتمنى لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان ملخصات تانية كتيرة، والسلام عليكم.